أهلا بكم من جديد. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، هو التطور الرهيب اللي حصل في أوروبا، وهنقول إن الكلام ده ما حصلش من فراغ، حصل على مدار فترات طويلة جدا من الثورات في جميع المجالات، في الثقافة، في الفكر، في السياسة، في الاقتصاد، في الدين حتى. يعني حصل مجموعة كده من الأحداث الكبيرة جدا اللي خلت أوروبا تعبر من عصر الظلمات للحضارة والتطور اللي احنا شايفينه كلنا دلوقتي. البداية هتكون باختصار. هنتكلم فيها عن عصر النهضة. عصر النهضة في أوروبا بدأ في القرن الأربعتاشر لحد القرن السبعتاشر، يعني بداية من 1300 ميلادي لحد 1600. الفترة دي كان نقول انتقلت فيها أوروبا من العصور الوسطى اللي هي كلها ظلمات وتخلف، وسيطرة الكنيسة على جميع مفاصل الدولة، والحكم المطلق طبعا للملوك والأمراء اللي كانوا موجودين وقتها. وأثرت بقى عصر النهضة، أثر على جميع مناحي الحياة. يعني هنقول مثلا أثر في الأدب، في العلوم، في الفنون، في السياسة، في الصناعة، في كل حاجة. يعني وصل أوروبا نقول موجود دلوقتي مع مجموعة تانية من الأحداث هنذكرها فيما بعد في فيديوهات تانية باختصار. لو انتوا عايزين طبعا أفصل لكم كل حدث من دول بالتفصيل، اكتبوا لي في التعليقات وأنا تحت أمركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.